ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك تقاضيت رشوة قدرها 195 جنيها و60 قرشا من المدعوة علي سيد أحمد؟ سيادتك بتكلمنا؟ نعم يا باشا، يا ابن الناس، ده ربنا يعرفه بالعقل. اكتب الكلام ده سعادتك؟ استنى يا ابني، احنا لسه ما اتكلمناش ولا أستاذ محمد. نعم يا فندم. أنت هنا في نيابة ومتهم، وده تحقيق رسمي، لا في باشا ولا ابن ناس. معلش اعذرني، اصل دي اول مره ادخل فيها نيابه. انا حضرتك يعني متعود تيجي هنا كل يوم. السؤال، اتفضل. خدت رشوة ولا ما خدتش؟ لا طبعا ما خدتش. عندك دليل يثبت انك ما خدتش رشوة؟ طبعا يا فندم، دليل واضح. ايه 195 جنيه و60 قرش؟ ده يعني مبلغ بسيط قوي بالنسبه لوضعي. وانت عندك حد معين في مبلغ الرشوة؟ لا 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 يا باشا، انت هتودينا في داهيه ولا ايه؟ يا باشا انا اقصد يعني من خلال الواحد يعني بيشوف في التلفزيونات وبيقرا في الجرايد ان الناس يعني بتاخد الوفات، ملايين، شاليه صغير كده محندق على البحر، فيلا مش عارف في التجمع مش عارف اللي فين. انا مش هبص يعني ل 195 جنيه و60 قرش، مش حتى 200 جنيه. يا باشا انا مش ههبل، انا عارف ان دي قضيه حكمها من 3 سنين ل 15 سنه. ممكن تكون الإجابة على قد السؤال؟ انا لم اخذ رشوه قط في حياتي يا فندم. هو حضرتك تعرفنيش؟ لا والله ما اعرفكش. الأوراق اللي عندي بتقول انك محمد عوني عبد الستار، موظف بالمعاشات. يا باشا ما بتكلمش عن وظيفه ايه؟ لا لا، انا شاعر وعندي اسم، يعني اسم الشهرة بتاعي عوني البرنس. حضرتك تعرفيش برضو؟ غريبة. انا بتاع الفن الشعبي. شكلك يعرف باشا، يعرفني باشا. انا باخد في الاغنيه 3 و4 واحيانا بطلب 7، وفي اليومين دول كلام كده مع نانسي وليسا يعني وهيفا وبتاع، فان شاء الله هطلب 10، وكله مثبت في الاقرارات الضريبيه. وعندي عماره في امبابه الدور الارضي عامله سوبر ماركت كده على قد يعني صغير، بيبيع جبن على زيتون على شويه حاجات مرمشات جيلي كولا، ونحاول بقى نرفع مستوى المنطقه. سيادتك ما تقول لي كده على اغنيه من اغانيك، ومين اللي غناها؟ حاضر يا باشا، اقول لك على انهي واحده كده. في واحده لا بلاش دي. انا اللي عامل الاغنيه بتاعت لما الهوا عدى عليا، بتاعت مطربه حسيس. ما اعرفهاش. بس يا باشا اللي هي بتقول لما الهوا عدى عليا، هوا يا هوا يا هوا، ازاي يا باشا ما تعرفهاش؟ ولا عمري سمعتها. ده مغرقه الفضائيات والارضيات وموجوده على النت، اجيبها لك سيدي. حاضر. ما كنتش اعرف ان الفن الهابط بقى غالي بالشكل ده. بقى هنعمل ايه يا باشا؟ بس يعني اذا كان لما الهوا مش عاجباك، انا عندي حاجات تانية محترمه، بس بتاكلش عيش، حاجات سيمبوزيوم شويه. ايه رايك تسمعنا حاجه من السيمبوزيوم ده؟ ازرق. هو ايه ده الازرق؟ خط الميري يا باشا، لان خط الميري ازرق، والقلم في الفصل ازرق، واما قال مقلوب وهطفح ركبوه البوكس الازرق، ولبسوه في السجن ازرق، وختموا ختم النسر الازرق. البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم ازرق، واللي ضايعه تستخبى تحت ليله هلس ازرق، والجميله كي لا تحسد كان لابد من الفصل الازرق. الولد لفلف ودخن، والولد لفلف ودخن، فخ كان دخانه ازرق، بص دمه ودار همه في بنطلون الجنس الازرق، ونقال حرام يرموه في مكان ما يعرفوش الجن الازرق. يبقى ايه؟ يبقى ليه بقى الاحمر والابيض لما هي لونها ازرق؟ كفايه هي كده خلصت يا باشا.